أحد أهم أعمدة المقرئين خلال ما يقرب من أكثر من 100 عام. صوته العذب وتأثره بكلمات القرآن جعله يرتلي القرآن بعمق، ووضعه في مكانة عالية جدا بين شيوخ القرآن الكريم. لا يقرأ القرآن وحسب، بل إنه يحس بكلمات القرآن الكريم، لذلك كان بيرتل القرآن بعمق فريد لم يضائيه أحد بجانبه. كان بيتمتع بشخصية مثابرة وواثقة جدا من النفس. عائلته كانت السبب الأساسي للمستوى اللي وصل إليه، بجانب تمتعه بطبقات صوتية كبيرة وفريدة من نوعها. اتعرض لمحاولة اغتيال، رفض التلاوة أمام جمال عبد الناصر، هو القارئ الباكي اللي بينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشع لله. مش بس كده، دخل الإذاعة المصرية من غير اختبار، لأن كل الأعضاء لجنة الاختبار أجمعوا إنه من العيب بصوت زي ده يخضع لأي اختبار. هو الشيخ محمد صديق المنشاوي. أهلا بيكم أصدقائي ومتابعيني الأوفياء. لو أول مرة متابع لقناتي، لو سمحت كون كريم معي بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلك مني كل جديد. الشيخ محمد صديق المنشاوي اتولد سنة 1920 في مدينة المنشاة التابعة لمحافظة سوهاج، في عيلة لحافظة لكتاب الله تعالى أبا عن جد. أبوه الشيخ صديق المنشاوي، جده الشيخ تايب المنشاوي، إخواته أحمد ومحمود صديق المنشاوي. عيلته المنشاوية أسست ما يعرف بالمدرسة المنشاوية في تلاوة القرآن. حكايته مع القرآن بدأت لما سافر للقاهرة وهو عمره 7 سنوات. حفظ ربع القرآن في القاهرة، رجع تاني لبلده في سوهاج حفظ الباقي. كان دايما بيلف مع أبوه وعمه وجده في الحفلات والسهرات القرآنية، لحد ما جه يوم أخذ فرصته في قراءة القرآن، وده كان أول مرة لوحده سنة 1952. ازدادت شهرته لحد ما سمعت عنه الإذاعة المصرية، وده كان على عكس كل قراء. الشيخ المنشاوي ما كانش حابب إنه ينضم للإذاعة، فبعتت الإذاعة الأجهزة التسجيلية ومهندسين الصوت في مكان الشيخ اللي كان بيقرأ فيه، سجلوا له صوته. التسجيل اتعرض على اللجنة، أجمعوا بالكامل إنه من العيب إن الشيخ المنشاوي يتم اختباره أو يخضع لأي تقييم. دخل الإذاعة بدون أي اختبار، وكان هو القارئ الوحيد اللي يحصل معاه كده. الكلام ده كان سنة 1953، يعني بعد سنة واحدة بس من أول ما قرأ فيها لوحده. الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. دخول الشيخ المنشاوي للإذاعة ما غيرش أي حاجة في شخصيته، بالعكس ده زاده تواضع لدرجة إنه كان بيقعد بالجلابية في شارع مصر والسودان. الناس كانوا بيفتكروا إنه بواب، وهو ما كانش بينكر ده. لو كان أي حد معدي وسأله: أنت بتكون البواب؟ كان بيرد عليهم ويقول لهم: أيوة أنا البواب. على الرغم من إن الشيخ المنشاوي كان دايما متواضع، إلا كان عنده عزة نفس وكرامة بانت لما تم دعوته الحفلة كان هيحضرها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. الشيخ المنشاوي ترك ترتيلات من أفضل آيات القرآن الكريم، قراءات تليق بجودة القرآن، وكان أيضا ترك مواقف تليق بكرامة من حافظ كتاب الله عز وجل، من أبرزها رفضه لمقابلة الرئيس جمال عبد الناصر، بالرغم أن كان مشهور الرئيس بتعامله بالأسوأ بمن يرفض أوامره. لعل وعسى لهو مهاتب الشيخ في قلوب الناس هو من جعل جمال عبد الناصر ما يتعرضش للشيخ بأي ضرر. الخلاف اللي كان مع عبد الناصر لما ذهب أحد الوزراء للشيخ المنشاوي وقال له: أنت مدعو الحفلة هيكون فيها الرئيس جمال عبد الناصر، وهيكون لك الشرف إنك تقرأ القرآن في حضرة الرئيس. غضب الشيخ المنشاوي وقال له: وليه ما يكونش لعبد الناصر هو الشرف إنه هيسمع القرآن من الشيخ المنشاوي؟ ورفض قبول الحفلة.
حياة الشيخ محمد صديق المنشاوي كانت حياة هادية جدا، وما كانتش مليئة بأي أحداث بسبب عدم سعيه للشهرة. كل ده ممنعش الأعداء إن هم يتربصوا له في كل مرة من المرات. كان الشيخ في سهرة قرآنية، بعد ما خلص السهرة عزموا صاحب الحفلة على العشاء، لكنه رفض. بعد إلحاح طويل من صاحب السهرة وافق الشيخ المنشاوي إن هو يحضر معها العشاء. بس قبل ما العشاء ينزل اتقرب منه الطباخ وهو خايف ومرعوب، وقال له في ودنه: يا شيخ، في حد طلب مني احط لك سم في الاكل، ووصف له الطبق اللي اتحط فيه السم. لما الاكل نزل رفض الشيخ المنشاوي انه ياكل الاكل بحجة انه تعبان، لكنهم قعدوا يحلفوا عليه انه لازم ياكل. اخذ حتة عيش واكلها وقال لهم: هذا يبر قسمكم. ونجى الشيخ من محاولة الاغتيال. الشيخ المنشاوي كان بيتمتع بمسحة حزن في صوته، ادته لقب القارئ الباكي، ده بسبب خشوعه أثناء تلاوة القرآن الكريم، اللي كان بيوصل به أحيانا إن كان بيغمض عينه وهو بيقرأ من أول بسم الله الرحمن الرحيم ويفتحها بعد صدق الله العظيم. كمان ربنا أنعم على الشيخ المنشاوي بحلاوة الصوت، لكن كل ذي نعمة محسود. يقال أن الشيخ المنشاوي اتحسد لما اتصاب بدوال المريء سنة 1966، واللي كانت المفروض عليه من مرضه إنه يمنعه من تلاوة القرآن الكريم، إلا إنه رفض وفضل يقرأ القرآن الكريم لحد ما توفى من مضاعفات المرض، وده كان سنة 1969 وهو لسه عنده 47 سنة. بتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسناش من اللايك. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.